جداله من الشخص اتغير وكملوا كلام عادي جدا. التجربة دي بتورينا حقيقة ممكن تكون صدمة شوية، إننا بنفوت معظم اللي بيحصل قدامنا، وخصوصا الإشارات غير المنطوقة. تمام. يعني لو إحنا للدرجة دي مش مركزين، يبقى إيه بالظبط اللي بيفوتنا؟ إيه هي المحادثة الخفية اللي شغالة طول الوقت دي وإحنا ولا هنا؟ اللي بيفوتنا هو الجزء الأكبر من أي حوار. في عالم اسمه ألبرت مهربيان عمل أبحاث ألمت مفهومنا للتواصل. اكتشف إنه أي رسالة بتوصلنا الكلمات نفسها بتمثل 7% بس من تأثيرها. متخيلين؟ 7% بس. طب والباقي بيروح فين؟ الباقي متقسم بين 55% لغة جسد و38% نبرة صوت. يعني من الآخر كده اللي الناس بتشوفه وبتحسه منا أهم بمراحل من الكلام اللي بنقوله. وده بيفسر الإحساس اللي كلنا عارفينه لما تحس إن في حاجة مش مظبوطة في كلام اللي قدامك، أو زي ما بنقول قلبي مش مرتاح له. الموضوع مش سحر ولا حاجة، ده ببساطة عقلنا اللاواعي بيكون أذكى مننا، بيلقط إن لغة جسم الشخص بتقول حاجة ولسانه بيقول حاجة تانية خالص. التناقض ده هو اللي بيشغل جرس الإنذار جوانا. والحلو بقى في اللغة دي إنها مش تخمينات، لأ دي ليها قواعد وأكواد. والأغرب إن في إشارات معينة فيها تعتبر عالمية، يعني كل البشر مولودين بيها وبنفهمها، مش مهم إحنا منين أو بنتكلم لغة إيه. ناخد مثلا الابتسامة، هل دي حاجة بنتعلمها؟ الأبحاث بتقول لأ خالص. والدليل القوي جدا على كده إن الأطفال اللي بيتولدوا مش بيشوفوا ولا بيسمعوا بيبتسموا برضو لما بيكونوا مبسوطين. ده معناه إن الابتسامة دي جزء من تركيبتنا كبني آدمين، حاجة فطرية جوانا مش بنقلدها من حد. بس استنوا، مش كل الابتسامات زي بعض. في فرق السما من الأرض بين الابتسامة اللي طالعة من القلب والابتسامة المصطنعة. الابتسامة الحقيقية أو ابتسامة دوشين زي ما العلماء بيسموها، دي بتشغل الوش كله، خصوصاً العضلات اللي حوالين العين، وبتعمل التجاعيد الصغيرة اللي عند طرف العين. أما بقى الابتسامة الصفراء دي بتبقى بالبق بس، والعينين بتفضل مطفية ومجمدة من غير أي تعبير. طيب نيجي بقى لسؤال المليون جنيه، السؤال اللي أكيد الكل بيفكر فيه دلوقتي: هل ممكن فعلا نكشف الكذب من لغة الجسد؟ بصوا، الإجابة أيوة. في علامات واضحة جدا ممكن تفضح اللي بيكذب. أول علامة ومن أشهرهم هي حركة تغطية البق. لما حد بيكون على وشك يقول كده، عقله الباطن كأنه بيحاول يمنعه، فبيبعت إشارة سريعة للإيد عشان تقفل على البق وتمنع الكذبة إنها تطلع. هي حركة لا إرادية تماماً، صراع داخلي بين اللي بيتقال واللي الجسم عارف إنه غلط. العلامة التانية ودي بقى غريبة جدا هي لمس المناخير. العلماء لقوا إن لما بنكذب بيحصل تغيرات كيميائية في الجسم بتخلي أنسجة المناخير تتورم شوية، وده بيسبب إحساس بالهرش، فالشخص لا إرادياً تلاقيه رايح جاي يلمس مناخيره. وطبعاً